اللاعب كريم حمدي، لكنها كانت طويلة نوعا ما على المهاجم كريم وسط احداث اللقاء علشان يتقاسم المنتخبين اخطر هجمتين في احداث اللقاء. هجمة خطيرة للمنتخب السعودي، حذاري من الاخطاء، يعدي ويفوت لاعب المنتخب السعودي لكن الكرة خارج مدوي للعب عليه المنتخب اليمني. لقاء الاول امام منتخب عمان، وامامنا على طول هدف اول للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي يتقدم في احداث اللقاء، وامامنا على طول الكره في الاعاده، كره وانطلاقه عن طريق اللاعب اللي حذرنا منه منذ البدايه، اللاعب رقم 8 تاري سعيد. قلنا عن تاري سعيد، هذا اللاعب الخطير اللي استلم الكره براسيه وراوض الكره بطريقه مميزه، وضع الكره داخل المرمى في اقصى الزاويه اليمنى. يحتاجها المنتخب اليمني يا محمد يا مجبح. لعيب رائع ولعيب مبدع بقدمه اليسرى عند لاعب عبد الله خليفه اللي بيتحرر من الرقابه، وتمرير على طول مهمه جدا. هجمه وانطلاقه للمنتخب اليمني، وامامنا صيحات الجمهور اليمني وضربه حره من مكان مميز. تاري سعيد امامنا على طول، صبري دحال صاحب الرقم 13، وضربه حره للمنتخب السعودي من احد الاماكن الخطيره. تنفذ الكره لكنها تصطدم في حائط الصد. اسمع، تجد هذا الجمهور يزأر كالاسود. انطلاقه على طول المنتخب اليمني، السرعات تفرق كتير، لكن على طول ابعاد للمنتخب السعودي. على الفرص نجم المنتخب اليمني، والذي كان يعد مثالا للعب النظيف وللعب للمنتخب اليمني 70 لقاء دولي. كريم حمدي مرة الكورته جميلة على مشارف منطقة الجزاء لأحمد طلال. يا سلام على التمرير كريم حمدي، يا سلام لو عدت الكورة. بدأ المنتخب اليمني يستفيق هجوميا، ولكن أمامنا إشارة بوجود تسلل في اللقطة الماضية، وحتى تحديدا الدقيقة 93. لكن على طول أمامنا كورة خطرة جدا، الكورة تصويبها، ولا ده لعيب. التصويبه كادت ان تحمل مع الهدف الاول بمجريات اللقاء. تصل الكره عند اللاعب تاري سعيد اللي عايز يلعب الكره ويمرر. يا سلام على التمريره خطره جدا، فرصه الهدف الثاني، لكن الحمد لله رايه وتسلل في احداث ومجريات اللقاء كانت اشاره تعادل. نلعب في النسخه 11 من بطوله غرب اسيا للناشئين. يا سلام على التمريره بخارج القدم جميله، توصل الكره خطره جدا، كره هدف التعادل. التصويبه لكن ابعاد على طول الكره، لكن حكم اللقاء اعتبر ان الكره كانت بدون اي مخالفه، وبالتالي يشير الى بلاي اون، كمل والعب. وامامنا على طول فرصه للمنتخب السعودي. الهجمات المرتده خطيره، يا ولد لعيب عدى وفات، حذاري من الاخطاء. كره الهدف الثاني، لكن الحمد لله تمر بسلام. قد تكون موجوده معاها اجمل واحلى راسيه تعلن سعاده كبيره غامرة داخل أراضي اليمن بغض النظر عن الأماكن، لكن الجمهور أكيد ينتظر الفرحة. أمامنا تاني حارس المرمى الأكلوبي يتألق في اللقطة الماضية، لكن كان معاه تميز هجومي رائع. تمريرة خطرة جدا، انفراد حارس المرمى يطلع، والهدف الثاني على عكس يسجله اللاعب عبد الهادي متاري. 2 السعودية ولا شيء المنتخب اليمني. شفنا الكرة على طول بتمريرة من اللاعب الرائع عبد الرحمن سفياني، هو عبد الرحمن سفياني وتاري سعيد واللاعب صبري دحال، الثلاثه هم مفتاح اللعب بالنسبه للمنتخب السعودي، بيلعبوا بنفس القدم وهي القدم اليسرى. شوف التمريره والكي باس، اسيست رائع من اللاعب عبد الرحمن سفياني في اتجاه اللاعب والمهاجم عبد الهادي متاري اللي وضع الكره لا يسأل عنها تماما. حارس المجد مساعدا للمدير الفني المدرب سامر فضل. امنا تاني كوره ومحاوله للمنتخب اليمني، تنفس الكوره، ولا ده لعيب، يا سلام على الكوره. الشوط الاول بمعنويات اكثر من رائعه، وفرصه من اجل العوده في احداث ومجريات الشوط الثاني. قلت لك المنتخب اليمني يحتاج الى التعادل، واذا سجل الفوز مثل المنتخب اليمني الذي كان شاهدا على العديد من الاساطير، من اهمهم النجم الكبير علي محسن والمفتاحيه الجميله. خطره جدا الكوره، فرصه هدف للمنتخب اليمني. العرضيه قد تكون موجوده، لكن الدفاعات السعوديه حاضره في بدايه هذه الدقيقه مشاهدينا. وامامنا ضربه ركنيه لصالح اليمن، تتلعب العرضيه لكن يبعدها على طول حارس المرمى عند لاعب المنتخب اليمني، وعند اللاعب احمد الحمد اللي بمرر كورته عند محمد مشبح. يغيب محمد مشبح ويغيب تمريراته. انطلاقه ثانيه توصل دقيقة الآن 58 من عمر اللقاء. أمامنا ثاني كرة لكن يخرجها على طول الدفاع اليمني من على الكرة ومن على القائم القريب، يبعد الكرة في اللقطة الماضية أحمد ناصر. تتلعب الكرة برأسية، لكن إشارة من حكم اللقاء بوجود ضربة مرمى أمامنا ثاني كرة على طول في إعادة اللاعب كريم حمدي، لكنها كانت طويلة نوعا ما على المهاجم كريم وسط أحداث اللقاء علشان يتقاسم المنتخبين اخطر هجمتين في احداث اللقاء. هجمه خطيره للمنتخب السعودي، حذاري من الاخطاء، يعدي ويفوت لاعب المنتخب السعودي، لكن الكره خارج مدوي للعب عليه المنتخب اليمني. لقاء الاول امام منتخب
عمان. وامامنا على طول هدف اول للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي يتقدم في احداث اللقاء، وامامنا على طول الكرة في الاعادة، كرة وانطلاقة عن طريق اللاعب اللي حذرنا منه منذ البداية، اللاعب رقم 8 تاري سعيد. قلنا عن تاري سعيد، هذا اللاعب